السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شوية طعمية، انما ايه، معتبرين طعم وريحة ولون وشكل بسم الله تبارك الله. زي ما انتوا شايفين عاملة ازاي كده وقوامها جميل كده ومنفوشة كده، حاجة يعني بصراحة تفتح النفس. هنبدأ كده بسم الله على بركة الله. المكونات بتاعتنا معايا هنا خضرة ما تكتريش الخضرة عشان ما تسودش لونها. معايا شبت وكزبرة وبقدونس من كل نوع كده عودين، ولو عندك اللي هو الكرات حطي برضو عودين كرات. ومعايا 10 فصوص ثوم وبصلاية متوسطة ونص رغيف عيش مبلول ومتصفي ونص كيلو من الفول المدشوش منقوع على بيات ومتصفي كويس. هجيب بقى الكبة بتاعتي وهنزل بكل المكونات فيها مرة واحدة زي ما انت شايفة. سر الطعمية بتاعة المطعم اللي هي لونها فاتح ان مفيش فيها خضرة كتير يا جماعة. الخضرة بتسود لون الطعمية. الاعتماد الاكبر فهو على ريحة التوم اللي بتبقى فالتوم زودي عادي براحتك مفيش مشكلة. هنزل كده بالمقادير كلها وهقولك برضو ليه احنا بنحط نص رغيف عيش مبلول ومتصفي. ده اللي بيديها النفشة، اللي بيخليها خفيفة وبيخليها كده ايه، يعني جوسي في الاكل. انا اخدت المكونات ونزلت في الكبة وقلبتها كده تقليبة. طبعا هي لسه في المرحلة الاولى وتقيلة كده في الكبة، فهنجيب ربع كوباية مية صغير خالص وهحطه على الفول كده بالطريقة ديت علشان يمشي الكبة معايا شوية. وهتشوفي بقى في النهاية هيطلع معاكي قوام مظبوط 100%. بس انت امشي على الخطوات بتاعتي دي. هنحط تاني غطا الكبة ونفتحها. بصي انا بقيت كل شوية اشغل الكبة، اشغلها شويه واقفلها شويه ترتاح، اشغلها شويه. وجيت بقى في نص المرحله التانية بقوم فاتحه الغطا واجيب الاسباتيولا والف العجينه بتاعتي في اتجاه سلاح الكبه. تمام، انت كده بتساعديها ان هي برضو ايه تشتغل كده وتبقى ناعمه جدا. بصي شوفي احنا كده برضو لسه ما وصلناش للي احنا عايزينه. انا بشغل شويه وافصل شويه كده، فصلتها وقلبت كده من فوق لتحت. بص كده كده لسه ما هياش تمام، مش ده القوام المطلوب خالص. انت اهم حاجه بس ايه، ما تزهقيش وتطولي بالك عليها كده. وبلاش حكايه الخلاط ده يا جماعه، لو انت خلاطك رخيص هيخرب وهيتحرق منك، فبلاش حوار الخلاط ده تعملي فيه طعميه. بصي بقى انا ماسكه الاسباتيولا وعماله بلف كده ايه الطعميه بتاعتي في اتجاه السلاح. ليه بقى بتجيب اللي تحت فوق واللي تحت يعني بتقلب من تحت لفوق، بتطلع الخليط اللي تحت فوق وبتاخد اللي فوق تحت. تمام، بصوا كده يا جماعه القوام بقى عامل ازاي، فوم كده تحسيه فومي كده. دي الطعمية الناجحة بقى اللي تيجي تحمريها تلاقي الطعمية طالعة كده قب على وش الزيت. انما اللي بتغطس في الزيت ديت مش ناجحة بالمرة وبتبقى تقيلة ومحصحصة والفول ما خدش الضرب المناسب ليه. بص بقى ده القوام اللي انا عاوزاه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، خفيف جدا. ده تحسيه عامل زي الكريم شانتيه كده لما بنيجي نضربه ويبدأ يتقل. بصراحة بسم الله ما شاء الله شوية طعمية ولا كلمة. انا برضو اهو بصي شوفي عماله ماسكه الاسباتيولا، خلاص العجينه بقت تجري في الكبه ازاي. شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لون وريحه وطعم، اقسم بالله شويه طعميه. احنا برضو الدنيا بقت غاليه يا جماعه، فلازم برضو كده نساعد نفسنا. الجبن والحاجات دي احنا لازم نعمل زي اهالينا زمان. احنا كنا نقوم نفطر الفول والطعميه والجبنه والحاجات ديت. الموضوع ده انتهى. ودلوقتي بتروحي المطعم بيديكي كده قرطاس فيه 4 حبات ويقولك 5 جنيه. انا جبت بقى كده معايا عشان ابهرها. في ناس بتبهرها وقت الاستخدام، انا لا، انا بخلص نفسي بقى ايه واطلع يبقى جاهز. حطيت معلقه ملح ونص معلقه كمون ونص معلقه كزبره ناشفه وقلبتهم. بتحبي الشطه حط شطه. هتقلبيها كده تمام، وهتعبيها بقى في اكياس ثلاجة او في علب وتشيليها في الفريزر لوقت الاستخدام. بصوا يا جماعة القوام عامل ازاي، حاجة كده يعني بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد.
انا شايفه ان مفيش تفاعل خالص على مفيش لايكات خالص. عفوا. لازم بس ايه اقلبها تقليبتين كده، علشان ايه تاخد تشرب كده الملح بتاعها. وجيت هنا قليتها بقى. ودي الطاسه بتاعتها، انا عامله الطاسه دي مخصوص بقى للطعميه والبطاطس والحاجات دي. تمام. بصوا لونها عامل ازاي، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الطعميه الكبيره دي انا كنت حاشياها، كنت حاطه فيها بيض من جوه لبنتي. وانما الباقي كله حجم واحد. بص بقى، وقرطاس بتاع زمان، الله القرطاس ده بقى لو انت رايحه تجيبيه من المطعم هيقوم سكك 10 جنيه. شويه ملح كده بشويه كمون، وشم الريحه كده وتمزجي، يعني حاجه كده. اللهم بارك يعني. بصي كده، والقراطيس بقى، وفكره القراطيس دي الولاد كانوا فرحانين جدا جدا، ولا ريحتها في البيت والله العظيم يا جماعه. يعني ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب، ويا رب تكون بقى الوصفة عجبتكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. باي.